السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس معتز زي ما انتم شايفين في السيشن التاني ليه دلوقتي. ماشي دلوقتي في الإيماع خط مستقيم بوشه عشان يبتدي يحدد معاه أبعاد العربية يمينه وشماله، وفي نفس الوقت بعد ما بيخلص بوشه بيبتدي يقف قدام ويبتدي إن هو يرجع بظهره، ولازم يبقى ماشي بخطوة بطيئة عشان ما تجريش منه العربية وتخبط الإيماع، وفي نفس الوقت يقدر يظبط حركة الدركسيون سواء سنه يمين او سنه شمال، ويقدر ان هو يبص في المرايه بتاعته كويس عشان يحدد القمعين ويقدر يخش ما بينهم وما يخشش في ولا واحد فيهم. دايما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله المهندسين بتبقى اسرع في الاستجابه، بيخلصوا اسرع من معدل الوقت المطلوب منهم. وانا غالبا هيخلص النهارده قبل الخمس حصص بتوعه. شرحت له طبعا الميكانيكا، ودلوقتي السيشن الثاني طلع بالعربيه كويس، بيوقف كويس، بيحاول كويس ما شاء الله ربنا يبارك. دلوقتي زي ما انتم شايفين دخل في الإيماع خط مستقيم وراجع خط مستقيم. اتمنى له التوفيق في بقيه الاختبارات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس معتز زي ما انتم شايفين. خلصنا الطريق خط مستقيم ورجعناه بظهرنا، ودلوقتي دخلنا لمرحلة الحرف يو. ده عشان ادربه لو عنده امتحان حرف يو او حابب يطلع رخصة، او لو عنده ملفات بعد كده في الطريق السريع بره يعرف ان هو يلفها بدون ما يدي العربية ازيد من اللفة بتاعتها او اقل، ويبدأ يبقى ظابط الحركة بتاعت الدركسيون، وفي نفس الوقت بيقدر يبص المرايات كويس جدا، بيقدر يتعامل مع البنزين والفرامل والدبرياج بكل سلاسة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله باشمهندس معتز مركز جدا على القمع اللي على اليمين دوت لحد ما يظهر معاه في المرايه، لان هو يبتدي يعدل الدركسيون عليه ويخش خط مستقيم. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز جدا جدا جدا. ده بالنسبه لنا اخر السيشن الثاني، وهنبتدي نخش في السيشن الثالث ان شاء الله ونخش بقيه التحديات. اتمنى ليه التوفيق والنجاح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة باشمهندس معتز زي ما انتم شايفين في الركنة العمودي على الرصيف. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز، من أول مرة بيعرف ان هو يلقط الحاجة مني، من أول معلومة بقولها له وبعملها له مرة عملي قدامه يبدأ ان هو يجرب ويبدأ ان هو يعملها بنفسه في أسرع وقت ممكن. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز، بيقدر ان هو يحافظ على أبعاد العربية بين الإيماع، وفي نفس الوقت بيبص مع زاوية الدركسيون مع المرايات، بيقدر يحافظ على البنزين والدبرياج والفرامل. فبالتالي العربية تحت ايده سهلة جدا، علشان هو اللي بيتحكم فيها، مش العربية اللي بسرعتها وجريها هي اللي بتتحكم فيه. زي ما انتم شايفين مركز جدا في المراية اليمين بالنسبة له عشان يقدر يشوف القمع اللي ورا. مجرد ما بيشوفه يبتدي ان هو يعدل ويخش خط مستقيم. طبعا هو بالنسبه له لقاها ضيقه فممكن يقدم قدام شويه وبعدين يبتدي يخش عشان تيجي معاه مستقيمه. هيبتدي يرجع عشان يظبط الزاويه يمين قد الزاويه شمال. طبعا هي اليمين بالنسبه لي هنا ضيقه شويه، بس ركنها كويس. اقول له ما شاء الله، اتمنى لك التوفيق في بقيه التحديات. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس معتز السيشن الثالث. زي ما انتم شايفين دخلنا في الركنات، الركنه الموازي على الرصيف. ما شاء الله عليه مستواه ممتاز، من اول مره بيجيبها على طول. طبعا عشان هو عنده تعلم اسرع وعنده اللي هو حب استطلاع، وفي نفس الوقت بيستقبل معلومه بسرعه. بقول له على حركه بعملها له مره عملي، وفي نفس الوقت هو بينفذ
ما شاء الله عليه، مستوى ممتاز جدا جدا جدا. نتمنى له التوفيق في بقيه التحديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس معتز. زي ما انتم شايفين دلوقتي في الإقماع زجزاج، زي ما انتم شايفين شبه الرخصة بالظبط، عشان أدربه على الرخصة وعشان أدربه يظبط ملفات حركة العربية، ويبدأ بعد كده نخلص ديت ونطلع على الطريق السريع. عبد اهو وشه خط مستقيم. لازم طبعا هو راجع يظبط مع المراية شماله على الأمة. التالت بالنسبة لي من هنا. طبعا الزاوية مفتوحة جدا جدا جدا. عملها ما شاء الله، بس برضه الزاوية كانت مفتوحة معاه جدا، بس كويس. اتمنى له التوفيق والخير، ونطلع دلوقتي على الطريق السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة باشمهندس معتز. دلوقتي طالعين في المطلعان، لازم اتأكد ان هو بتطلع منه العربية بدون ما تقف، بدون ما ترجع لورا. يلا يا هندسة ورينا. دلوقتي هو شدد هاند بريك عشان ما ترجعش منه لورا. المفروض مجرد ما ينزل هاند بريك العربية تطلع منه لقدام، زي ما احنا شايفين اهو طلعت بيه لقدام. نقف ونعيدها تاني يا هندسة معلش. شد الهاند بريك تاني، ابتدى يرفع الهاند بريك، نزل الدبرياج سنة سنة. مجرد ما بينزل هاند بريك العربية بتطلع لقدام، ما بترجعش لورا. كده احنا خلاص اتأكدنا ان هي العربية مش هتطلع منه لورا ولا تقف بيه وهو طالع الكوبري. اتمنى له التوفيق وكل خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة باشمهندس معتز. زي ما انتم شايفين ماشيين دلوقتي في الطريق السريع. دلوقتي احنا يعتبر خلاص خلصنا، واحنا يعتبر مروحين على بيته. ما شاء الله عليه، مستوى ممتاز الحمد لله. اللي هو قدر يستفاد مننا، وقدر ان هو نشيل منه الرهبة، نشيل منه الخوف، نقدر نخليه يعرف يتحكم كويس في الدركسيون، في البنزين، في الفرامل، في الدبرياج. نظرته مع المراية اختلفت طبعا، مش هقدر انا اقول لكم عنه اكتر من كده. هو يحكي بنفسه، هو حابب يتكلم ويقول الريفيو بتاعه. اتفضل يا هندسه. السلام عليكم. والله الحمد لله الواحد يعني رهبته من موضوع السواقه خلاص راحت بفضل ربنا وبفضل كابتن خالد. هو والله فضل معايا يعني تعب معايا بجد. ربنا يعينه يا رب علينا. الله يكرمك. والحمد لله خلاص يعني تمام، يعني فاضلش بس شويه تمرين بس وخلاص يعني. شايف نفسك بقيت احسن من اول مره لاخر مره؟ اكيد طبعا اكيد. الرهبه اتشالت من عندك؟ اكيد طبعا. يعني انا بتكلم اهو وانا ماشي، كنت في الاول ببقى ساكت خالص. تمام. الحمد لله انا عندي صبر وقدرت ان انا اديك كل المعلومات اللي عندي حتى واحنا صايمين. طبعا الحمد لله. تمام الحمد لله. دلوقتي زي ما انتم ماشيين اهو شايفين، دلوقتي داخلين على النفق بتاع الملك الصالح. ماشيين ما شاء الله كويس جدا، بيدي غيراته بنفسه من غير ما انا اقول له هات الاول او الثاني او الثالث. عرفنا ان احنا نتفادى المطلعنات بطبات، عرفنا ان احنا نطلع من العربيه من غير ما تقف مننا ولا تبطل ولا تطلع مره واحده. اتمنى له التوفيق والخير، وان شاء الله نشوف عربيه في اسرع وقت ونشوفه معانا على الطريق. السلام عليكم.